أهلا بيكم. الله على السمك البوري السنجاري وتتبيلته الخطيرة، وده اللي هنعمله مع بعض في فيديو النهاردة. ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف الطريقة. هبتدي الأول بتتبيلة السمك، وخلي بالنا علشان أنا هعملها على طريقتين أو على مرتين، فنخلي بالنا من التوابل وكمان المكونات. معايا هنا بصل مبشور بالمية بتاعته، وكمان طماطم مبشورة، دي كانت حوالي طماطماية كبيرة، وبقدونس مفروم، ومعلقة من الصلصة أو نص معلقة كبيرة من الصلصة، وماسترد حوالي برضو معلقة، وزيت، يعني حوالي المكونات كلها معلقة. أنا هنا هنعمل سمكتين، وكمان خل، وديت عصير ليمونة. ومعانا كمان التوم، وده الأساسي في الأكل بتاع السمك، إنه بيحب التوم جدا. والتوابل خلوا بالكم عشان هنعملها على جزئين. معايا ملح وفلفل وكمون وبابريكا. دي كده المكونات بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نقلب المكونات ديت كلها مع بعض لحد ما تندمج حلو قوي كده. خلاص بقت تمام. هنبتدي بقى نجهز السمك بتاعنا. هنا معايا السمك البوري مغسول ومتنضف حلو قوي ومفتوح من الظهر سنجاري. ممكن تفتحيه في البيت او بتقولي لبتاع السمك ان هو يفتحولك سنجاري مش من البطن. في الاول خالص هبتدي ان انا اتبل السمك من بره بس بالملح، علشان اطعم الجلد بتاعه بالملح، لان انا مش هحط التوابل اللي انا عملتها او الخلطه اللي انا عملتها ديت من بره، فعشان كده يديها طعم من بره، فهتبلها بالملح والليمون بس، ومش هعمل حاجه من جوه علشان خلاص هي الخلطه اللي انا عاملاها فيها الملح وفيها الليمون، فانا مش عايزه اكتر التوابل كمان جوه. هبتدي ان انا افتحها بالشكل ده كده واحط فيها الخلطه اللي انا عملتها. دي الخلطة كده بقت جاهزة، وهبتدي اوزعها حلوة قوي على السمكة في كل الجهات علشان اللحم بتاعها يتشرب وتبقى كلها واخدة طعم واحد من الخلطة ديت. حتى كمان الراس نحط فيها علشان لو فيها اي زفارة فيها اي حاجة بتضيعها وبتخلي برضو طعمها حلو للناس اللي بتحب ان هي تاكل الراس وتمزمز فيها كده. كده خلاص دهنت الاتنين وبقت تمام. نقدر ان احنا نسيبها في التتبيله ديت ربع ساعه نص ساعه لو انتوا عايزين. باقي التتبيله اللي هي معانا هحط عليها بقيه المكونات. معايا بصل مقطع صغير، هنا بصل مقطع صغير مش مفروم، وكمان معايا توم. التوم هنا فيه شطه فعشان كده انا ما حطيتش شطه على المكونات، تقدروا ان انتوا تحطوا شطه عليها لو انتوا حابين. معايا كمان طماطم مقطع صغير، وجزر مبشور، وفلفل الوان. ديت مكونات الخضار بتاعنا، ونفس التوابل اللي احنا حطيناها على التتبيلة الأولانية، بس بنحط برضو بالكمية. يعني احنا يعني قاسمين التوابل على جزئين، وبنحط حاجة بس بسيطة من الماسترد بس كده. مش هحط خل ولا ليمون علشان متبقاش كتير عليها. بنقلب الخضار ده هو حلو قوي مع التوابل الأولانية. وهبتدي ان انا نجهز الصينية بتاعتنا. انا هستخدم النهاردة الشواية كصينية، وهبتدي ان انا اعمل فرشة كده بالليمون. مش هحط خضار برضو تحت ولا اي حاجة، هو الليمون بس اللي يعني يديها طعم من تحت. هفرد عليها السمك بالشكل ده. كانتش عايزة تدخل بس عادي دخلتها بعد كده. مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة تستعصى علينا. انا لسه هنا ما حطيتش الخضار. نقدر نستغنى عن الخضار لو انتوا حابين ان انتوا تقدروا ان انتوا تدخلوه بالتتبيله الاولانيه، بس اللي بيحب الخضار في السمك السنجاري يكمل بقيه الخطوه ديت هتعجبه جدا.
بحط الخضار اللي انا عملته في التتبيله، بعد كده بوزعه حلو قوي على السمك زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وعلى الراس كده بنبتدي ان انا احط بس شرايح من الليمون للتزيين، وكمان برضو علشان لو في اي زفاره، لو في اي حاجه موجوده تقدر ان هي تشيل برضو الروايح ديت. ورشة الزيت بس الخفيفة من فوق ديت اللي هتديها لمعة في الفرن. انا ما حطيتش الا معلقة الزيت الاولانية خالص، علشان كده انا بحط يا دوبك برضو في الخلطة الاخيرة اللي هي على الخضار ديت رشة من الزيت في الاخر، وادخلها على الشبكة على درجة حرارة 200 لحد ما تحمر وتبقى بالشكل ده. بصراحة ريحة وطعم وشكل كان روعة. شايفين احمرت ازاي واخدت كلها لون واحد، وكمان الخضار استوى. وادي كده بالدخان بتاعها وهي لسه طالعه. شايفين بالرغم ان انا ما حطيتش خضار تحتيها، السمكه طالعه سليمه ما فيهاش اي حاجه، وما كانتش لازقه كمان. وشويه بقدونس كده من فوق للتزيين، وكمان عشان تكسر اللون بتاعها. بصراحه تحفه. يجي اللحم بتاعها كمان دايب متشرب حلو قوي من التوابل، زي ما قلت لكم لو انتوا حابين من غير خضار تقدروا ان انتوا تحطوها لوحديها من غير الخضار اللي احنا حطيناه في الجزء التاني. واللي بيحب الخضار اللي هو بيبقى في السمك السنجاري بيبقى ليه طعم تاني خالص مع السمك. تقدروا ان انتوا تحطوا بقية الخضار اللي انا حطيته. في كلتا الحالتين التتبيلة بصراحة كانت روعة. اتمنى ان هي تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. شكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.